السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الدرس دوت هيبقى عن ازاي اعمل جامب من غير ما تاخد غرز. اولا مثلا لو انا عندي جزء عايز اعمله والمكنة تطلع فوق وتقف، وبعدين يعني مثلا لو انا احط ابليكا او الكلام ده كله، تمام، والمكنة تطلع فوق وتقف، طبعا هي تقف عشان انا عامل المكنة مانوال. هنا مش هعرف اعملها انها تقف، ادها امر انها تقف. هي بتقف عشان انت بتبقى عامل المكنة مانوال. لو انت عاملها اوتوماتيك مش هتقف، هتغير عادي. او هي في حركة بقى في الجهاز بتاع المكنة نفسه، دي انت بتديها امر في البرمجة. لما تيجي تبرمج بتديها امر اللي هي تقف. طبعا ده في جهاز المكنة نفسها. لكن الحركة ديت انت هتعملها مانوال، او هتعمل الحركة اللي هي البرمجة اللي انت توقفها في البرمجة. دي حاجة تخص الجهاز في مكنة التطريز. لكن انا هوريك الحركة ان ازاي تعمل جامب من غير ما ياخد غرز. هنيجي مثلا اعمل اي حاجة هنا كده، وليكن مثلا انا عايز اعمل الجزء ده، يعني كده مثلا اعمل الجزء ده كده، وتقوم طالع لي فوق وتقف، او تقوم طالع لي فوق وما تاخدش اي حاجة ولا غرز ولا الكلام ده كله. اعمل ايه؟ هاجي على ديت، تمام، وهشوف هي انا عايزها تطلع فين. هتطلع مثلا تقف لي فوق هنا، هقوم مدي كليك شمال. خلاص، انا اديت كليك شمال مره واحده بس. شوف هي ظاهره لي ايه. شوف ظاهره لي ايه هنا، ظاهره لي خط معايا كده. طبعا ما اتكش، لو انا اتكيت الخط ده هيتحول لغرز. طب انا مش عايز غرز فيه، تمام، اقوم متك انتر. عمل لي هنا نقطه، مش غرزه بقى، نقطه. لو جينا نجيب ديت كده اهي، نقطه اللي هي دي اهي، من غير ولا غرزة، صفر. صفر ده يعني مفيش غرز. دي طبعا دي عدد الغرز بتاعت الدوريات دي، ده صفر من غير ولا غرز. طيب لو انا مثلا جبت دي اهي وعملت كده خط، تمام، وقمت عامل خط وقمت متك كمان انطار، بقت ديت غرز اهي، اتحولت لغرز. خلاص، هاجي اجيب ديت برضو اهي، هنا فيها غرزة واحدة، هتعمل غرزة واحدة. انا مش عايز غرز، اقوم عامل الحركه دي. هاجي مثلا اهيت، هاجي اخلص ديت، بص هتقوم طالعه فوق وتقوم نازله تحت هنا تاني. طبعا لو انت عاملها مانوال، هتقوم مخلصه وتقوم طالعه فوق وتقف، هتقوم انت عامل اللي انت عايز تعمله وتقوم نازله تشتغل وتنزل الشغل تاني. طيب، طب عشان تقف وما تشتغلش على طول، يعني انت فاهمني، يعني عشان مثلا تقف او يعني المانوال هتقف هنا وبعدين هتقف هنا، تخلي دي نفس اللي قبلها. تخلي النقطة اللي هي ديت نفس اللون اللي قبله. هتقوم مخلصة، هتقوم عاملة ديت وتقوم طالعة فوق وتقوم واقف وتقوم داخلة على اللون التاني. دي المانوال، تمام. دي المانوال اللي انت تعمل المكنة مانوال. طبعا انا مش هقدر هنا اديها امر ان المكنة تقف حتى لو انت عامل اوتوماتيك عندك، لا، مفيش الكلام ده. الحركه دي اللي بقى انت عامل المكنه اوتوماتيك واللي هي طاف، دي حركه بتتعمل مع المكنه مع برمجه الرسم في المكنه نفسها، تمام. لكن انا برضو بديك الحل اللي هو تبقى تعمل البرمجه مانوال على المكنه، وتعمل النقطه دي، تعمل النقطه نفس اللون اللي قبلها. يا رب تكون المعلومه وصلت. خلاص، وهتنزل تشتغل اللون التاني. خلاص، هي هتنزل تشتغل هنا وتقوم طالعه فوق. لو انت عاملها مانوال هتقوم واقفه لانها هتغير لون. طبعا هي هتقف عشان انت هتغير اللون، وتقوم نازله تشتغل في اللون التاني. طبعا الغرزه دي بقى تعملها في اي مكان انت حابه، اللي هي بتتعمل كده في اي مكان انت عايزه بقى، اللي هي تتعمل تجيب ديت وتقوم متك مره كده اهو، مره وانتر، مره وانتر، مره وانتر. شوف بعمل انا دي مش غرز، ديت يا دوبك هتروح في المكان هنا وتقف، هتروح في المكان هنا وتقف. بس ده طبعا انت لو انت عاملها مانوال، طبعا هي لو لون واحد كلها، ديت لون واحد كلها. لو انت عاملها مانوال مش هتقف، لان المانوال بيقف على اللون. فانت
تقوم مغير الوانهم. لازم تبقى كل حاجه، انت فهمتني؟ انت فاهم الفكره اللي انا بقول لك عليها؟ فهي ديت الحركه، ان انت ازاي تعمل اي غرزه في اي مكان انت عايزه المكنه تقف فيه. يا ريت تكون المعلومه وصلت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.